ها هي اشهر الحلويات الاكثر طلبا حاليا جمعت في بلاصه وحده ولأول مره في جهه الرباط وبالضبط في سنه الجديده غتلقاو الحلويات بحال قشطوطه وهبه دبي اللي كيشدوا عليها الناس الصف وكيمسكين اللي كيشد النوبه مع 6 الصباح. ومن غير البنه اللي لقينا كاينه الجوده وحتى الثمن جد مناسب. راه لقينا عند هاد الباتيسري المشهوره في سنه الجديده حلويات ومملحات اللي قليل فين كنلقاوها في باتيسريات اخرين بحال الدانيش بالفواكه الحمراء واللي غير تشوفها فيها كتشهي الكرون ايغل بالبيض. ايوا نداز ديال الرباط والنواحي غير سمحوا لي ما عليكم غير تشدوا التران وتقصدوا العنوان والهضره على ميزون اميتيس اللي كاين في حي المعموره. والخبر الزوين الزبائن ديالها ان المساحه ديال الباتيسري ولات اكبر وحتى الشهوات عندهم اكثر. ما كنهضروش فقط على الحلويات ولكن راه عندهم عده مملحات وانواع ديال لي فوكاتشا يمكنش نجيو ما ناخذ شي وحده عندهم. وقبل ما نوريكم شنو اللي جربت عندهم وكيف دايره البنه الجديد هو انكم تقدروا ديو من عندهم فطور كامل بحال الحريره لا سوب شينواز وحتى من دجاج محمر بمذاق التريتور ولاو كيديروه غتقادو غير شي براد ديال اتاي. باد دبي كيقادوه بيستاش حقيقي وجوده الشوكولاته مستعمله زوينه. اما كيكات الحليب والمعروفه بالقشطوطه كاين فيها ديال الفراز وكاين الشوكولا باوريو وكاينه ديال البيستاش واعره عندهم. ثمن القشطوطه 40 درهم وكاينه ديال لوتوس. والتعقيب اللي عندي على هذه بالضبط هو ان سبيكيروس من احسن يكون مطحون باش تجربه التذوق تكون احسن. ما يمكنش البنه اللي كاينه في ديال المونغ. من غير الفريز والبيستاش المفضله عندي هي ديال المونغ. دايرين مونغ حقيقي الجوده ديالو رائعه حتى لا سوب صدقات بنين. هاد لي فلون لي طوندونس فرنسا الا ما دقتوهمش راكم ضايعين. نتمنوا يحلوا في مراكش لان مستوى لي باتيسري في هاد المدينه باقي متاخر. الجديد ما كاينش وباقيين واحدين في لي باتيسري كلاسيك.